كل بطه وبطه بقى عايزه تاكليها توديها تصطاديها انا بجد خالتي غرام على طول. ترميها اخد لي بطايه وانا غرام مروحه على طول. بجد. او نحشيها بقى بص البلح، بص البلح، صور البلح، صور البلح. انا اللي عاجبني الشجره دي. اه الشجره دي تحفه. شجرة ايه دي؟ دي شجر اسمه لاتانيا. لاتانيا ولا بس ده الشجر ده ليه هنزل لكم فيديو بقى، بس فيه تفاصيل عن الشجره دي، مش وقت خالص شبه عشان شجر الموز بس موز نتكلموش. صغير ثانيه ولا ده السلام لك شجر الموز. بصي امي الاسنان المحفور عليه. هي كده طبيعيه يعني؟ هي دي هي طبيعيه. الاسامي اللي الشجره دي اصلا يعني ايه ملهاش بذره، لكن فيها بتاع زي البيض كده. كانها تحس شجره غاليه جدا، يعني شجره زي دي كده ممكن تعمل لها دلوقتي 50 60 الف جنيه. طبعا. عرفت يا يوسف ولا ايه يا يوسف؟ انت معايا ولا مش معايا؟ عجبك يعني الشجر ده؟ جميل جدا. حلو يعني؟ جدا. بص يا جماعه، ده طبعا ده يوسف ابن خالتي، اول مره يطلع على القناه، او ممكن دي يعني طبعا دي تاني مره على القناه. بس كنت صغير، دلوقتي بقى فيديوهات تانية حلوه قوي. كان في تحدي اللي هو تحدي الاكل ده اللي احنا عملناه. وده هو طبعا طلع اول مره. طبعا دي تاني مره بقى لما كبرنا بقى، كنا صغيرين دلوقتي كبرنا. هنحكي لكم حكايات ان شاء الله في الفيديوهات، وفي الفيديو ده هنعرفكم عن حرف الفاء، حرف الف، وازاي قضى على الاسر الملكيه. دي طبعا قصه هنحكيها لكم لما يجي وقتها. معاكم ان شاء الله، ويلا بينا.